تسلم زمام الخلافة علي رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة. ونعلم أنه قد وقع حدث عظيم في ذلك الوقت، وهو قتل عثمان رضي الله عنه، والطريقة التي قتل فيها، يعني الطريقة التي قتل فيها عمر غدر، شخص غدر به وهو يصلي فطعنه، لكن عثمان طريقة القتل تختلف، حصار، وجاء قريب من 6000 وحاصروه وقتلوه، وجيوش المسلمين تفتح بلاد الدنيا، كيف يتجرأ هؤلاء الفجر على قتل خليفة المسلمين؟ فكانت يعني مفاجأة للمسلمين كيف وقع هذا الأمر. فبعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه، خرج الزبير وطلحة إلى مكة، حيث إن المدينة ما زالت يعني ما زال فيها هؤلاء البغاة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وكذا، ولما يخرجوا بعد. فخرج الزبير وطلحة من مكة بعد أن تمت البيعة لعلي إلى من المدينة إلى مكة، حيث كان كثير من الصحابة في مكة، لأنه كان وقت حج، في مقتل عثمان في وقت الحج رضي الله عنه. ففي مكة اجتمع هناك طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة، وتكلموا في قتل، وغيرهم من الصحابة، وتكلموا في قتل عثمان كيف تم، وهو أمر مستغرب مستبعد، لكن وقع هذا الأمر. فاجتمعوا وجاء معهم يعلى بن منية وغيرهم، فقرروا قالوا قتلة عثمان ما يتركون قتلة عثمان. ثم خرجوا ب5000 من الصحابة وغيرهم من مكة يريدون العراق، لأن قتلة عثمان 3 أصناف، من البصرة ومن الكوفة وكلاهما في العراق ومن مصر. فخرجوا من مكة إلى العراق أولا للكوفة والبصرة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مصر. فوصلوا إلى البصرة، وكان علي قد عين على البصرة عثمان بن حنيف واليا على البصرة. فلما قدموا البصرة منعهم عثمان بن حنيف، قال ماذا تريد؟ قال قتلت عثمان. والبعض يقول انهم يعني خرجوا على علي، هذا كذب، لو كانوا يريدون الخروج علي لخرجوا الى المدينة وليس الى البصرة، هذا امر. ثم الامر الثاني، هما بايع، خاصة اتكلم عن طلحة والزبير، بايع علي رضي الله عنه، والزبير من البداية هو اختار عليا حتى وقت عثمان، ولا كان له في الخلافة غرض ولا طلب للخلافة، وكذلك طلحة. فهم خرجوا لقتال قتلة عثمان. صحيح كان الأولى والأصل أن يقوم بهذا علي رضي الله عنه، أو أن يذهب إلى علي رضي الله عنه ويجتمعوا جميعا على المطالبة بقتلة عثمان، لكن هذا الذي وقع، وما ظنوا أن عليا سيخالف في هذا الأمر. فخرجوا مباشرة إلى قتلة عثمان في البصرة. فلما سمع قتلة عثمان بقدومهم استعدوا لقتالهم، وفعلا وقعت معركة بينهم تسمى الجمل الصغرى، معركة الجمل الصغرى، وانتصر فيها طلحة والزبير ومن معهما على قتلة عثمان ومن ساندهم من أقوامهم. وثم انتصرت لهم قبائلهم، يعني وقفت معهم قبائلهم من العرب في ذلك الوقت. في هذا الوقت أرسل عثمان بن حنيف إلى علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير ومعهم عائشة جاءوا إلى البصرة، وحصل قتال بينه وبين قتلة عثمان، أو بعد أهل البصرة لنقل. ثم أهل البصرة كثير منهم يعني رجعوا إلى قبائلهم لتساندهم، وفعلا حكيم بن جبلة ومن معه خرجوا لهذا الأمر. فلما سمع علي بخروجهم خرج من المدينة إلى العراق إلى الكوفة، ولم يذهب إلى البصرة مباشرة لحدوث الارتباك فيها. ثم أرسل علي رضي الله عنه المقداد بن عمرو اللي هو المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو، أرسلهما إلى طلحة والزبير لينظرا يعني ماذا يريدون طلحة والزبير معهما. فجاءهم المقداد والقعقاع، ماذا تريدون؟ قالوا نريد قتلة عثمان. قال طيب في خليفة، لماذا لم تذهبوا إلى الخليفة وتطالبونه بذلك؟ قال الخليفة لن يمانع من هذا الأمر. فالمهم تم الاتفاق بينهم جميعا أن يرجعوا إلى
المدينة، وأن عليا سينظر في الأمر في قضية قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه لم يتأخر فيها، لكن كان يرى أن الأمر غير واضح. ونتكلم نحن اليوم 1443، وحادثة مقتل عثمان وقعت في سنة 35 من الهجرة. إلى اليوم لا يعرف قتلة عثمان، إلى اليوم لا يعرف قتلة عثمان. وقد تكلمنا بهذا في كلامنا عن خلافة عثمان رضي الله عنه. ما في أحد رفع رأسه قال أنا قتلت عثمان، لا يوجد إلى اليوم، لا يوجد من يعرف. كلها يعني افتراضات، احتمال فلان، احتمال فلان، احتمال فلان، الغافقي، جبلة، الموت الأسود، سودان، حمران، كلهم. لكن شخص يقول أنه هو قتل عثمان لا يوجد. فطلب منهم القعقاع والمقداد أن يرجع بمن معهما إلى المدينة، وعلي سينظر في الأمر. لكنهم كانوا جيشا قريب من 5000 غير الذين انضموا إليهم من أهل البصرة. يعني ليس أهل البصرة الذين خرجوا على قتلهم، ولكن أناس من البصرة هم الذين خرجوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه، لكن بقية أهل البصرة لم يكونوا كذلك. فوافقوا على هذا، على أن يرجعوا. وكان علي قد خرج لهم بجيشه، فيما إذا لم يرجعوا يكون القتال، لأنه يقول أنا الخليفة أطاع، أنا ما أقبل بهذه الطريقة أن كل واحد يأخذ كما يقال ثأره بيده. ما يصلح هذا أبدا. مثل اليوم كذلك ما يصلح واحد يأخذ ثأره بيده من قاتله وكذا، وتصير فوضى. فاتفقوا على هذا. لكن الذي حصل أن السبئيين، وهم كما قلنا أن عبد الله بن سبأ كان رأس الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ويسمون أتباعه بالسبئيين. هؤلاء السبئيون يعني علموا أن اتفاق علي مع طلحة والزبير هو نهايتهم، فقرروا أن لا يكون هذا الاتفاق، كما ذكر ذلك ابن حزم والطبري وابن كثير وابن تيمية والذهبي وابن خلدون. تقريبا كل من كتب في هذه الحادثة ذكر مثل هذا الأمر، وهم أنهم اجتمعوا على أن لا يكون هذا الاتفاق. وفعلا خرجت مجموعة منهم وهاجموا جيش طلحة والزبير. فثار الناس بالليل، طبعا كانت هذه الغارة، فثار الناس قالوا غدر، وقع اتفاق، لكن صار غدر. الاتفاق أن نرجع، ما اتفقنا أنهم يقاتلون، فقالوا وقع الغدر، فهجموا عليهم، فصار مناوشة بين الطرفين، بين جيش علي وجيش طلحة والزبير. وما كانوا يريدون القتال أصلا، ولكن هكذا وقع الأمر بتصرف هؤلاء السبئيين. ونتذكر أن طلحة والزبير وعلي هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي والزبير يعني زبير ابن عمة علي، الزبير ابن عمة علي يعني، وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلاقة التي بينهم علاقة عظيمة جدا. وابن اللي هو الحسين ابن علي متزوج بنت طلحة، يعني العلاقة بينهم قوية جدا. فالشاهد من هذا أنه لا عفوا، الحسين لم يتزوج بنت طلحة، ذاك المنذر بن الزبير كأنه قال، هو الذي قال أتمنى أن أتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وليس الحسين زوجا. المهم، فالقصد أنه لما اتفقوا على هذا وغدر السبئيون حصل القتال، فوقعت الفتنة بين الجيشين، ووقعت ما تسمى بوقعة الجمل الكبرى. وقعة الجمل الصغرى بين طلحة والزبير مع أهل البصرة، وقعة الجمل الكبرى مع علي ضد الزبير وطلحة. لما بدأ القتال، الزبير وطلحة ما كانوا يريدون القتال مع علي، ولكن يريدون قتلة عثمان. فالزبير انصرف من القتال ولم يشارك، وطلحة كذلك امتنع من القتال، وكان يصيح بالناس ويقول يعني كفوا، يعني هذا قتال بيننا وبين علي، ما نريد قتال علي، نحن نقول كفوا، ويمنع يصرخ فيهم فلا يستجيبون له، فيقول ذبان طمع وفراش نار، ذبان طمع وفراش نار، يعني ما تسمعوا الكلام ولا تستجيبون، لأن خلاص هاجت الفتنة،
هذا يمكن أن توقف هذه الفتنة بعد أن شب ضرامها. فالزبير انصرف، طلحة يمنع الناس من القتال، وعائشة ترسل شخصا بعد الآخر أن أوقفوا القتال، ما جئنا لقتال علي وإنما جئنا لقتال السبائيين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فالزبير لما انصرف جاءه ابن جرموز، عبد الرحمن بن جرموز، وطعنه في ظهره فقتله. وطلحة بن الزبير لما كان يصيح بالناس أوقفوا القتال أوقفوا القتال، رمي بسهم فقتل رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها لما كانت تأمر بإيقاف القتال كذلك قتل جميع من ترسلهم عائشة رضي الله عنها، كلما خرج رجل قتلوه، حتى رموا الجمل وسقط جمل عائشة. عند سقوط الجمل توقف القتال، وذلك تسمى معركة الجمل، لأنه لما ضرب جمل عائشة رضي الله عنها توقف الناس عن القتال. ثم جاء محمد أخوها، ومحمد كان مع علي لأنه ربيب علي رضي الله عنه، محمد أخو عائشة، فمد يده داخل الهودج يطمئن على أخته عائشة، فكانت تظن أن أحدا يريد أن يمد يده عليها من أهل البصرة، فقالت أحرق الله هذه اليد، ما تدري من، فأدخل رأسه وقال يا أختاه في الدنيا قبل الآخرة، يعني الدعوة طلعت الآن، قال في الدنيا قبل الآخرة. وفعلا مات محترقا محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال بدأت هذه المعركة بعد الظهر، وقالوا استمرت إلى غروب الشمس، وقتل فيها طلحة وقتل فيها الزبير وقتل فيها محمد بن طلحة السجاد كان يقال له. ويذكر أن علي رضي الله عنه لما مر بعد انتهاء هذه المعركة وجد طلحة مقتولا رضي الله عنه، فقال عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد، ثم بكى وقال وددت أني مت قبل هذا ب20 سنة. يعني كيف أنا أقاتل طلحة؟ كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من أوائل المسلمين الذين أسلموا السنة الأولى من الهجرة من البعثة، فكيف الآن نتقاتل؟ فبكى علي رضي الله عنه. وجاء ابن جرموز عبد الرحمن بن جرموز ومعه سيف الزبير بعد أن قتله غدرا، فقال يا أمير المؤمنين قتلت الزبير وهذا سيفه. فقال علي لا تفرح، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. حزن علي رضي الله عنه، والزبير ابن عمته، وفي الوقت ذاته عديل النبي صلى الله عليه وسلم ورفيق الدرب ومبشر بالجنة. فقال له علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. وذاك يذكر أنه في خلافة عبد الله بن الزبير سنة 64 إلى سنة 73 من الهجرة، في خلافة عبد الله بن الزبير أتي بعبد الرحمن بن جرموز إلى عبد الله بن الزبير أساسا هذا الذي قتل أباك، يعني أن تقتله. قال والله لا أقتله بشسع نعل الزبير، يعني هذا ما يسوى النعال، خيوط النعال التي كان يلبسها الزبير، اتركوه. فتركه ولم يقتله عبد الله ابن الزبير. على كل حال الأمر وقع، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بعد أن انتهت المعركة قام علي رضي الله عنه، طبعا منع من أن يكون أسرى، منع أن يكون سبي، منع أن يكون غنائم، لأن هذه فتنة بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. قتال المسلمين، قتال المسلمين ليس فيه قتل جريح، وليس فيه أسر، وليس فيه سبي، وليس فيه غنيمة، لأن هذه فتنة بين المسلمين لا يترتب عليها أي حكم من هذه الأحكام. وفعلا علي رضي الله عنه منع من هذا كله، منع أن يذفف على جريح، منع أن يسبى أحد، منع أن يؤسر أحد، منع أن تكون غنائم من يعني جيش طلحة والزبير. ثم بعد ذلك أرسل عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة حتى وصلت إلى
بيتها في المدينة. وكانت عائشة رضي الله عنها كلما تذكرت هذا اليوم بكت، كلما تذكرت هذا اليوم بكت. وقد جاء في حديث فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أنه أثناء خروجهم من مكة مروا على مكان يقال له الحوأب، فسمعوا نباح الكلاب، فقالت عائشة: ما هذا المكان؟ قالوا: الحوأب. قالت: لا أظن إلا إني راجعة. قالوا: ولم؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوما، يعني لزوجاته: أيتكن صاحبة الجمل الأدبل تنبح عليها كلاب الحوأب. قالت: لا أظن إلا أنا. صحيح النبي ما قال شيئا، لكن ظاهر كلامه أنه يعتب على هذا الفعل. وندمت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. طبعا الرواية تقول أن جاءها عبد الله بن الزبير ب50 شهيد زور، وهذه أول شهادة زور. كذب، هذا كله كذب لا قيمة له. المهم أنه انتهت هذه المعركة، وأرسل علي رضي الله عنه عائشة مع الحسن والحسين ومجموعة من النساء إلى أن وصلت إلى المدينة معززة مكرمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا في السنة 36 من الهجرة.